بكم جميعا ومرحبا بكم في الجمعيه ديالكم. الحمد لله، وهذا الفضل ديال الله عز وجل ان تولد عندنا واحد الجمعيه بعد واحد المعاناه ديال سنوات طوال، يعني تقريبا 50 سنه ديال الحرفيين هما في المحمديه. اليوم تنفتخروا بهذه الجمعيه افتخار كبير، وبهذه المناسبه تنخلدوا المناسبه ديال عيد الاستقلال، تنرفعوا يعني جميع تعبيرات الولاء الى صاحب الجلاله نصره الله، وتنباركوا للمغاربه كلهم بهذا العيد الوطني. بالمواساة ديال العيد الوطني تنرحبوا بكم الاخوان ديال الدواجن، والجمعيه تتبقى الجمعيه ديالكم. يعني الجمعيه تخرجت من الاطار ديال الحرفيين ديال الدواجن. ما جاوش ناس من يعني جاو شي ناس دخلاء او شي ناس يعني من غير الحرفيين ديال الدواجن ديال المحمديه، واسسوا هذه الجمعيه اللي اصبحت تعبر عن المعاناه والاحاسيس، لا احاسيس الفرح ولا احاسيس اللي ماشي ديال الفرح، تتعبر بهم المسؤولين. وتنحمد الله عز وجل كثيرا على التواصل الكبير ديال الناس المسؤولين ديال المحمديه، من السيد العامل الى السيد الباشا السيد القائد، اللي عطانا يعني فتحوا لنا قنوات تواصل باش نقدروا نوصلوا صوتنا. يعني ان حاليا عندنا بزاف ديال الاكراهات، والحمد لله تعامل السلطه كان ايجابي جدا بالاحتكاك معهم بالتواصل معهم. تنشكروهم من هذا المنبر شكر جزيل للسيد العامل والسيد الباشا والسيد القائد ديال المقاطعه 6. دائما تنبغيو نعطيوكم الصور الحقيقيه والواقعيه ديال المعاناه، تنترجموها للناس المسؤولين. يعني اصبحت لنا الصفه القانونيه باش نقدروا نوصلوا صوتكم للناس المسؤولين ويعرفوا المعاناه وتنبحثوا على الحلول، وباذن الله غتكون حلول اللي هي غتشرف القطاع ديال الدواجن. باش نرجعوا للموضوع ديال الحرفيين، وباش يعرفوا ان المسؤوليه مسؤوليه الجميع ماشي مسؤوليه الجمعيه فقط. فالجمعيه كاين فيها اخوان طوعوا وتناضلوا من اجل الحرفه، من اجل قطاع الدواجن، لان قطاع الدواجن الحمد لله بفضل الله عز وجل فتاسيس الجمعيه فهو والتي نقل الصوره ديال المعاناه الى المسؤولين. والحمد لله دابا حاليا تفتحوا عده قنوات تواصل والحوار، وان شاء الله في المستقبل القريب غادي يكونوا التتميم ديال بعض المشاريع اللي غادي يستافدوا منها الحرفيين ديال قطاع الدواجن. حنا تنشكركم على الحضور، دائما تنشكركم على الحضور، يعني الحضور ديالكم والمواكبه ديالكم ديال الجمعيه ديالكم، وديما تنبقاو نفتخروا بالحرفه ديال الدجاج، وديما حنا تنبقاو في الرياده ونبقاو في الواجهه. نعطيو كلمه لنائب الرئيس السي الحاج عبد الفتاح الراجي. السلام عليكم.